أنا ما إنسان شرير، يعني بعمل حاجات كويسة، بساعد الناس، بصوم لما أقدر، بصلي، حتى ببعد عن الغلط قدر ما أقدر، ولو غلطت بعمل خير بعد الغلط، وبقول لنفسي الحسنة بتمحي السيئة. يعني الحاجة الكعبة اللي بنعملها ممكن تتمسح لو عملنا بعدها حاجة كويسة. بس في حاجة جواي ما مريحاني وسؤال بيتردد، يعني شنو تمحي؟ هو أنا لما أجرح زول أمشي أفرح واحد تاني وخلاص؟ ممكن أقول لربنا آسف، بعمل خير وبعوض الشر اللي عملته. الحقيقة أنت ما محتاج توازن بين الصح والغلط، أنا وأنت محتاجين نتوب، ما التوبة اللي فيها تأنيب ضمير لحظي وخلاص، لكن توبة فيها قلب ينكسر قدامه ويصرخ أنا محتاج غفرانك. الغلط اللي بعمله ما بس تصرف، لكن ده شرخ في العلاقة بيني وبين الله، وكل معصية محتاجة غفران ما تعويض، ولازم ناخد بالنا إن الغفران ما مجاني، ده يسوع دفع ثمنه على الصليب. يسوع ما مات عشان يديني فرصة أكفر بيها عن غلطاتي، هو مات عشان يشيلها كلها ويفتح لي طريق أرجع فيه لأبوي السماوي. هو ما طلب مني حسنات، هو طلبني أنا ما مطالب اشتري الغفران، أنا مدعو أقبله. التوبة ما صفقة، دي رجوع للحباني ومد عشاني، وقام عشان يبقى عندي فرصة للنجاة وأضمن أبديتي معاه، أضمن الحياة بعد الموت. الله ما بيقول لك جيب أعمالك الكويسة وأنا أغرر، بيقول لك جيب قلبك وأنا أخلصك.